اليوم بحكي لكم قصة مؤثرة ربما ما قد سمعتم بها، قصة فيها دروس وعبر ما شاء الله. يروى أن نبي الله سليمان عليه السلام كان في موكب كبير من الإنس والجن والطير. أثناء مروره مع هذا الموكب كان هناك فلاح يحرث الأرض، هو متعب من العمل، من الحراثة، من الجهد. فنظر الفلاح إلى نبي الله سليمان وهو في هذا الموكب العظيم، فقال: لو جاء سليمان لكلمته بكلمات. فأوحى الله إلى النبي سليمان أن يذهب إلى هذا الفلاح فإن هناك شيئا عنده. فجاء إلى سليمان وقال للفلاح: ما عندك؟ وماذا تريد أن تقول لي؟ قال: ومن أخبرك؟ قال: الله. قال: فما أردت أن تقول لي؟ قال الفلاح: سليمان ليس في لذة لذها أمس، ولا أنا في تعب تعبته أمس. قال سليمان: صدقت، يعني الاثنين متساويين في الماضي. وقال: قلت سليمان يموت وأنا أموت. قال: صدقت، يعني أيضا متساويين في المستقبل. قال: ولكني قلت كلمة أرحت بها نفسي. قال سليمان: وماذا قلت؟ قال سليمان: محاسب على كل هؤلاء، أما أنا محاسب إلا على نفسي فقط، فأرحت بذلك نفسي. هذه القصة سواء كانت موثقة أو غير موثقة فيها حقائق، فيها دروس، فيها عبر، فيها دليل على أن كل اللذة تزول، وكل إنسان مصيره الموت. وهذه أيضا حقيقة لا شك فيها، وكل إنسان محاسب على تصرفاته، أفعاله، أعماله. لكن هناك فرق بين من يحاسب على نفسه فقط ومن يحاسب على أمة كاملة أو مجتمع كامل أو دولة كاملة وقصر في حقوق أهلها. نسأل الله الهداية والصلاح. تحياتي لكم.